اليوم بمناسبة ذكرى عيد العاشر المجيد، جامعة العيون قامت بتدشين واحد المجموعة ديال الأورش وديال المشاريع المهمة والمهيكلة بالمدينة. لعل أهمها هو المشروع ديال بالنسبة للإطار التعاقدي. البرامج كانت داخلة في برنامجين. البرنامج الأول هو البرنامج ديال التهيئة الحضرية في إطار سياسة المدينة، والبرنامج الثاني هو البرنامج ديال برنامج الاولوي ديال جامعه العيون. بالنسبه للبرنامج ديال سياسه المدينه كانت فيه واحد المجموعه ديال المشاريع المهمه، لعل اهمها تترتبط في جلها بالمجال الرياضي. كان المشروع ديال تهيئه حلبه الالعاب القوى بمنطقه الانشطه بمنطقه التجهيزات الجماعيه على مساحه ديال 3 هكتار بغلاف مالي ديال 5 مليون درهم. بناء قريه ثانيه من الجيل الجديد، قريه رياضيه بحي الراحه، كان جا استجابه للطلبات ديال المواطنين. هذاك بالنسبه للقريه الرياضيه على مساحه ديال 3 هكتار بغلاف مالي ديال 23 مليون ديال الدرهم. بالنسبه للمكونات ديالها كاين 12 ملعب بالعشب الاصطناعي، 4 ديال الملاعب بين الملاعب كره السله وكره اليد، بالاضافه الى 2 ديال الملاعب من نوع بادل والملاعب ديال البيطونكل، بالاضافه الى باقي المعدات الرياضيه الخاصه بالمشروع. كذلك تم تدشين المشروع ديال استكمال اشغال الطرق بمدينه 25 مارس بلوك إيكغيك وبلوك إكس. المشروع كان تيهم يعني انجاز الطرق. كانت شركه العمران الجنوب لم تكمل الاشغال بالحي، وكذلك بناء على الطلبات ديال المواطنين الملحه تمت برمجه واحد 6 مليون ديال الدرهم من اجل استكمال هذيك الاشغال من خلال انجاز شبكه طرقيه تتليق بالمستوى ديال الشبكه بمدينه العيون. كذلك تم تدشين ملاعب خاصين بالطلبه في المنطقه ديال المنشات الجامعيه بمدينه 25 مارس. تم تدشين 5 ديال الملاعب العشب الاصطناعي بالاضافه لملعبين، واحد ديال كره السله وكره اليد على مساحه ديال 9200 متر مربع بغلاف مالي ديال 5 مليون ديال الدرهم. دونك هنا تنكونوا سالينا بالبرنامج ديال سياسه المدينه. بالنسبه للاطار التعاقدي الاخر هو البرنامج الاولوي ديال جامعه العيون. هذا برنامج كان طموح وكان الهدف منه خلق واحد النوع من العداله المجاليه في التنميه بمدينه العيون. يعني تم التركيز على الاحياء الشرقيه بحكم نقص الخصائص اللي عندها من ناحيه المناطق الخضراء. تم تخصيص ل 75 مليون ديال الدرهم، وتم التوزيع ديالها على تهيئه ديال 40 ساحه. يعني نقدر نقول بكل ثقه بان مدينه 25 مارس ومدينه الوحده جميع الساحات اللي كانت مبرمجه في التصاميم ديالهم دخلت في البرنامج من اجل التهيئه. بالنسبه للتهيئه غادي تهم خلق ديال المناطق الخضراء، متنفسات المواطنين، اناره، وكذلك الاثاث الحضري، الغلاف، وكذلك السقي الاوتوماتيكي باستعمال المياه المعالجه يعني على مستوى محطه معالجه المياه العادمه ديال مدينه العيون. الغلاف المالي كما سبق لي ذكرت فيه 75 مليون ديال الدرهم، والمساحه اللي تم التهيئه ديالها تتفوق 12 هكتار يعني 120 الف متر مربع. الى قارناها مع عدد الساكنه تقريبا كاين واحد 120 الف ساكن مواطن في الاحياء بجوج، يعني مدينه 25 مارس الوحده وكذلك الوفاق. يعني تقريبا بحال تمت واحد الاضافه في هذا البرنامج ديال متر مربع لكل مواطن.